الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استكمالا لمبحث أسباب النزول، وصلنا إلى صيغة أسباب النزول. والصيغة لأسباب النزول هي كيف أدى الراوي سبب النزول، كيف قاله، ما هي العبارة التي تلفظ بها ليعبر عن سبب النزول. فتنقسم أسباب النزول من حيث أو باعتبار الصيغة، العبارة، إلى قسمين. القسم الأول صيغة صريحة، القسم الثاني عكس الأولى، صيغة غير صريحة. أحسنت. الصيغة الصريحة ما هي؟ انظر في القسم الأول، قال وهي يعني الصيغة النص الصريح القاطع ببيان السببية، نص صريح قاطع أن يبين لك أن هذه القصة سبب لنزول هذه الآية. ولهذه الصيغة الصريحة صور متعددة، ذكروا ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يقول الراوي سبب نزول الآية كذا وكذا، صيغة صريحة ولا لا؟ تحتمل شيء ثاني؟ لا، لكن هذه الصورة غير موجودة في كتب الرواية، لكن هي موجودة كقسمة عقلية، موجودة يمكن عند العلماء، لكن كرواة الصحابة أو التابعين ما قالوا هكذا سبب نزول هذه الآية هو كذا وكذا، لا، ما كانوا يعبرون بهذا. فهذه صورة من الصيغ الصريحة، لكن لم يرد لها دليل يشهد عليها. طيب، الصورة الثانية على الصيغة الصريحة دخول الفاء التعقيبية على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال. قال دخول الفاء التعقيبية يعني الفاء، فأنزل، فنزل، فأنزل، فنزلت، الفاء هذه تسمى تعقيبية على مادة النزول، يعني لا تتقيد أنزل أو أنزلت أو نزلت أو أنزلت، مادة النزول بتصريفاتها. قال بعد ذكر حادثة يعني قصة، ثم يقول الراوي مثلا عائشة يقول فأنزل الله كذا وكذا، تقول قصة حدثت بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تقول فأنزل الله أو فنزلت الآية أو فأنزلت. قال أو السؤال، يأتي رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الصحابي فأنزل الله كذا وكذا، فيذكر سؤال ثم فأنزل الله. هذه صيغة صريحة، وهذه أكثر الصيغ الصريحة استعمالا ودورانا في روايات أسباب النزول. نأخذ على ذلك أمثلة، ذكروا في الكتاب 3 أمثلة. المثال الأول في البخاري ومسلم في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه. من هؤلاء؟ المنافقون. أحسنت. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، وقبل ذلك المنافقين قالوا ما في قتال، لو ندري إن في قتال بنروح وياكم، بس نحن ندري ما في قتال، بتروحون وترجعون ورجعوا. فلأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا على فرقتين نزلت، يقول زيد بن ثابت فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الرواية إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. المهم أن ذكر زيد بن ثابت قصة ثم قال فنزلت. هذه رواية أضع لك في الاختبار، هذه رواية وأقول لك إيش هذه، عبارة صريحة ولا غير صريحة؟ سألكم. لحظة أنا قاعد أسأل. هذه فرقة قالت نقاتلهم، فرقة فقالت لا نقاتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين. هذه رواية صريحة ولا غير صريحة؟ صريحة. لماذا صريحة عبد الرزاق؟ لماذا صريحة؟ قلنا لأن دخول فاء التعقيبية بعد مادة النزول،
دخول الفاء التعقيبية على مادة النزول تدل على أنها صريحة. أي نعم، كلها عندنا أسباب النزول للآية، أسباب نزول الآيات. طيب، وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. المثال الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا في البخاري، قال عمر، وهذا مر معنا: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه صريحة. أقول لك ما السبب؟ تقول لدخول فاء التعقيبية على مادة النزول بعد قصة أو بعد حادثة، فدخول الفاء فنزلت. واضح؟ مثال ثالث عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب هنا في سقط، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الآن لو وضعت لك هذه الرواية وقلت: فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله كذا وكذا ويسألونك عن المحيض، هذه الآية سبب النزول وهذه الصيغة صريحة أو غير صريحة؟ سبب؟ قول فهد. دخول الفاء التعقيبية على مادة. أحسنت، دخول الفاء التعقيبية على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو القصة. طيب، هذه صورة ثانية للصيغة الصريحة. صورة ثالثة ما جاء فيه التصريح بالسببية من قول النبي صلى الله عليه وسلم بنص مباشر، وهو هذا قليل. مثل إذا ذكروا مثالا على ذلك عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال أثنى عليكم، نزلت بسببكم. وأيضا في حديث سعد بن عويمر العجلاني في آية اللعان في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، يعني زوجتك، فاذهب فأت بها، أو قد أنزل الله فيكم قرآنا. صرح الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنزل الله فيكم. فهذا عليكم السلام سبب صريح في مادة في النزول. الآن إذن نعيد مرة أخرى: أسباب النزول تنقسم باعتبار العبارة إلى قسمين: عبارة صريحة وعبارة غير صريحة. العبارة الصريحة لها صور متعددة، الصورة الأشهر والمعروفة وبعض أهل العلم لا يذكر إلا هي دخول فاء التعقيبية على مادة النزول، هذا الأشهر. لكن ذكروا صورتين زيادة، أن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، وهذا لا مثال له فلا داعي له. والصورة الثالثة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل الله فيك كذا وكذا كما أخذنا. لكن المشهور المعروف الذي تركز عليه دخول فاء التعقيبية على مادة النزول. طيب، هذه بالنسبة للصيغة الصريحة. القسم الثاني الصيغة غير الصريحة، وهي ماذا عرفوها؟ قال: وهي الصيغة المحتملة لسبب النزول وليست نصا فيه. أنت ربما من فهم هذه العبارة؟ وهي الصيغة المحتملة لسبب النزول وليست نصا فيه، اللي فهمها يرفع يده. اشرح لي إياها. يعني ذكرنا أن فيه صيغتين: صريحة وغير صريحة. أنا عرفنا الصريحة، دخول فاء التعقيبية على مادة النزول. هنا يقول الصيغة المحتملة لسبب النزول وليست نصا فيه. من فهم هالكلام؟ تخايفين ولا؟ قولوا جاوبوا، ما فيها شيء. ما دخلت الجملة فيها صعوبة بالنسبة لي، ولا ما تبون يطلع صوتكم الجميل في التسجيل، ولا ايش موضوعكم؟ ها يا بندر، شنو فهمت؟ مشتاقين لك، صار لنا اسبوعين مو شايفينك. ها يا بندر، ها تحتمل السببية والبياع. وتحتمل؟ ها انت قرأت تحت؟ لا، انا ابي بس هذه العبارة، ليش رحت قرأت؟
أنا هنا عبروا بعبارة أصولية، وهي يصعب على المبتدئين في التعلم أن يفهموا مثل هذه العبارات، وهي الصيغة المحتملة لسبب النزول. واكتب بعد يعني هنا حتى تسهلها على نفسك في التعريف صيغة غير صريحة، وهي الصيغة المحتملة لسبب النزول ومحتملة للتفسير. محتملة للتفسير يعني هذه الصيغة تحتمل أنها سبب نزول، وتحتمل أنه ليس سبب نزول بل هو تفسير الآية فقط. وهذه الصيغة لها صور، مثلا يأتي الراوي يقول نزلت هذه الآية في كذا، أو نزلت في الرجل يفعل كذا، أو أحسب هذه الآية نزلت في كذا. يقول ابن تيمية في بيان هذه الصيغة الغير صريحة، وقولهم يعني الصحابة أو التابعين نزلت هذه الآية في كذا، يراد به، هذا رقم واحد، تارة أنه سبب النزول. رقم اثنين، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. وبنفس المعنى ذكروا قولا عن الزركشي. إلى الآن أنا أظن البعض مو فاهم هذه الصيغة الغير صريحة. انظر، ليست فاء ثم مادة نزول، لا. يأتي الصحابي مثلا يقول هذه الآية نزلت، يعني مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص، نسيت أنا الآن، قال عن قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص نزلت في الحرورية، فئة من الخوارج، نزلت في الحرورية. هنا لما تقرأ أنت هذه الرواية تستغرب كيف الآية نزلت فيهم والحرورية ما خرجوا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فنقول ما قال قصة ثم قال فأنزل الله كذا، قال هذه الآية نزلت في كذا، يقصد أنه يشملهم في الحكم، داخلين في الحكم. واضح؟ لو ذكر قصة ثم قال فأنزل الله كذا وكذا تكون هذه عبارة صريحة في النزول بسببها. لكن ذكرت هذه مثلا أقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، مثال افتراضي غير واقعي. لو قال صحابي هذه نزلت أو التابعي قال هذه نزلت لبني أمية، كيف نزلت في بني أمية؟ أصلا بني أمية ما خرجوا يعني كدولة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون غير صريحة. يعني يقصد أنها نزلت بسببهم، أو عفوا نزلت ويشملهم الحكم. وأحيانا تستعمل نزلت في كذا ويقصد به سبب النزول، فهي غير صريحة. إذا كيف نعرف؟ بحسب القرائن، بحسب الروايات الأخرى، بحسب أقوال العلماء. واضح؟ الآن نأخذ أمثلة على هذه الصيغة الغير صريحة اللي هي تحتمل سبب النزول، تحتمل أنه للتفسير فقط. هم بدأوا يعني هم ذكروا أمثلة على نعم بدأوا بالصيغة الغير صريحة وأريد بها سبب النزول، لكن أنا حتى يتضح لكم سأذكر لكم القسم الثاني اللي هو صيغة غير صريحة ولم يرد بها سبب النزول، مع أنه عبر بسبب النزول، لكن مقصود الراوي أنه فقط يشملها في التفسير، تدخل في ضمن المعنى الآية. انظر صفحة اللي بعدها 206، مثال على ذلك عن زيد بن ثابت، هذا في البخاري، قال عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة، مكان قريب من المدينة، قال فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية، وهو كان أمير الشام، في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها. المهم وجه الشاهد أن معاوية رضي الله عنه قال عن هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة نزلت في أهل الكتاب، أبو ذر قال نزلت فينا وفيهم. أنت الآن بالصيغة العامة هل يقصدون أنها في التفسير ولا لا؟ سبب النزول الآية قصة حدثت فنزل تفسير فقط، مع أن عبر فنزلت أو فنزلت فينا، يعني يقصدون معناها يشملنا احنا الحكم.
مثال آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ شوف أسئلة الصحابة كلها ناس ودها تشتغل، ودها تعمل. أي الأعمال أحب إلى الله؟ لماذا؟ يريد أن يعمل. يأتي: أي الأعمال أبغض عند الله؟ أو هنا: أي الذنب عند الله أكبر؟ أسئلة مفيدة. كما يأتي يسأل: شيخ، الجاثوم اللي يجيك قبل النوم أحيانا يمسكني برقبتي، هذا الجاثوم اللي مسكني ذكر ولا نثيا؟ يا شيخ، أنا إيش دراني عنه وإيش دراني عن أمه؟ أنا إيش الأسئلة هذه؟ إيش الفائدة منها؟ جاثوم وجاي لك بالليل وأنت يمكن مكثر أكل وداق قبل 5 وبعدين تقعد توهقني مع الجن. إيش ده؟ فيها سلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله هذا إلى اليوم كالصحابة رضي الله عنهم. وبعدين أسئلتهم إيش؟ مختصرة. شوف: يا رسول الله، أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ في واحد إذا بيسألك والله يعطيك محاضرة، يدق عليك يقول لك: عندي سؤال سريع، وربع ساعة يسأل. عنده ربع ساعة، هذه مقطع تقدر تنزله أنت أو خطبة جمعة، هو عشان يسألك بعدين إيش الذنب أعظم. تفضل. طيب، فنستفيد من الصحابة رضي الله عنهم، أسئلتهم مفيدة يترتب عليها عمل. والشيء الثاني مختصرة يا أخي، خير الكلام ما قل ودل. أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب عند الله أكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ طيب، عرفنا أن الشرك أعظم ذنب، ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، زوجة جارك. قال ابن مسعود: ونزلت هذه الآية تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، بنفس المعنى. فقال ونزلت، يقصد بالتصديق بالمعنى العام، وليس سبب النزول الاصطلاحي الذي أخذناه حادثة فنزل بسببها الآية. طيب، مثال آخر على صيغة غير صريحة والمقصود منها التفسير وليس سبب النزول الاصطلاحي. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، في سورة الحج، نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه، وعتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة. هذا كان يقسم أبو ذر أن هذه الآية: هذان خصمان أنها نزلت فيهم، يعني يشملهم الحكم في نفس التفسير، وليس أن وقعت الحادثة ثم نزل بسببها آيات. وأيضا في رواية عن علي رضي الله عنه في البخاري قال: فينا نزلت هذه الآية. طيب، هي صيغة غير صريحة، فإذا تحتمل وربما يقع معها الخلاف. بعض أهل العلم ربما يقول هذه صيغة صريحة، هذه سبب نزول الآية. بعضهم يقول لا، ما قصد الراوي كذا. عاد هذه بحسب القرائن، بحسب السياق، بحسب الأفهام، فهي غير صريحة، فمدعاة للأخذ والرد والاجتهاد. كذلك مثال رابع على الصيغة غير صريحة وليس المراد منها سبب النزول، لكن عبر بالنزول. عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج. شريج هو سيل الماء، جمع شراج، من الحراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. هم اختلفوا، 2 جيران اختلفوا: هذا الماء لي ولا لك؟ هو الماء عندي، لكن بعدين أنا وقفته، أقدر أنا أخليه يجي عندك. فهذا واحد من الأنصار تخاصم مع الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير. فلما تخاصم معه هذا الرجل من الأنصار وهو الحق للزبير، فالرسول عليه السلام أراد أن يصلح بينهم، فقال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. عطى ما عليه، هذا جارك وكذا، صحيح أنت صاحب الحق، لكن يعني الأمور تؤخذ بالصلح. يعني اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب هذا الأنصاري وقال: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت له لأنه هو ابن عمتك. فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له لأن ابن عمتك، عشان كذا أنت حكمت له. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا بهذه العبارة الشديدة العظيمة:
قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا لا يؤمن الإنسان حتى يرضى بحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقام إسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا مقام إيمان، أن لا تجد حرج أصلا. ويسلم تسليما، هذا مقام إحسان، مقام عظيم. وجه الشاهد أن الزبير رضي الله عنه قال: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، يعني التفسير يشملها على ما اختاره أصحاب الكتاب، نحن نشرح الكتاب. فلا وربك لا يؤمنون، لا يقصدون أنه سبب النزول المعروف عندنا. طيب الآن هي صيغة محتملة، أيضا هناك أمثلة عبر بنفس التعبير نزلت هذه الآية والمقصود سبب النزول. مثل الآن نرجع إلى القسم الأول 205، قال: ما كانت الصيغة فيه غير صريحة وأريد به سبب النزول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فهنا ما قال قصة ثم قال فأنزل، قال نزلت، فتحتمل، لكن هذه الحادثة المقصود منها سبب النزول. أيضا مثال آخر الذي تقدم عند أبي داود، هذا مثال آخر في البخاري، أن ابن عباس قال رضي الله عنهما: لا تحسب، في قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قال: إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. هذه الصيغة وإن كانت غير صريحة، لكن قصد ابن عباس أنها سبب النزول. وإذا قلت لكم كيف طيب نميز؟ بحسب القرائن والسياق وأقوال أهل العلم وجمع الروايات في الباب الواحد ومحل نظر واجتهاد عند أهل العلم. طيب هذا هو المبحث المتعلق ب يعني صيغة أسباب النزول، والحمد لله رب العالمين.